ثاني انه لا تنسى انه هذا حرصهم من قديم، يعني من حقهم طبعا يحرصون على هذا الموضوع، لانه بالفعل يعني في النهايه هم يرون انهم يعني كل شيء حققوا البطوله. في شغله مهمه، دور الثمانيه بقى عليه شهر ونص، هم ينظرون لها بعد نظره ثانيه، انه وانا اعتقد هذه نظره المدرب انه ما عندي استعداد اني اخوض بطوله. دائما ترى ما شاء الله تبارك الله الفرق الافريقيه لعبه بصراحه فيها لعب جدي، يمكن حتى احنا في الفتره الاخيره ما اعتدنا عليه. بالتالي يقول لك انا ما عندي استعداد اخسر 4 5 عناصر مميزين، خصوصا الاستقطابات الاخيره من الاجانب او حتى المحليين، وبالتالي تنتظرني مباراه امام العين، كلنا نعرف العين وقوه العين في دور الثمانيه، ما بعد ذلك دور الاربعه وبعدين الفاينل. هذا تاكيد لكلامك اللي انه هو ما ترك ولا حتى 5 نجوم، اقل شيء 4 نجوم يطعن فيها فريق الاولمبي اللي موجود هنا، لا اخذ الطاقم كله. لما خلاص خالد انت قلته فعلا ما يقدر، يعني يا بدر لا يعني شوف هذا الامر هو ما يزعل احد، ولو من حق مشروع يعني الاخوه في الهلال ينظرون، يعني يقول لك احنا البطوله الاسيويه اصبحت هدف عندنا استعداد نضحي بدوري وكاس، المهم هذا اسيا تجي باي طريقه، لا سيما انه غريم التقليدي ظل سنين كبيره يتكلم عن موضوع الوصول العالميه والعالميه، قبل طبعا نادي الاتحاد بعد نفس الحكايه، وبالتالي يقول لك انا ما عندي استعداد اضيع الفرصه. صحيح يمكن الاخوه في الاتحاد العربي انا متاكد انهم يعني ما بيقولوا يعتبون، لكن كانوا يتمنون الهلال ايضا يلعب مكتمل الصفوف، يعني اسوه من باقي الفرق، لكن في نفس الوقت انا اعتقد الهلاليين ما عاد عندهم خيار. يمكن على فكره لكن الهلال من الفرق التي لا تأمن لها، ممكن تشارك بالصف الثاني وتاخذ البطوله. ممكن، هذا قالها الكابتن احمد وانا اتفق وياه، بس احنا نتكلم الان عن الشق الثاني. يقول لك انا حتى لو جاء احد وقال ليه طيب ما نخليها استعداد قوي للدوري او استعداد قوي للاسيويه، يعني الان فريق الهلال لما يلعب حيكون معسكر قوي لدور الثمانيه امام العين، لانه معسكر في النمسا، مهما حيلعب مع فرق اوروبيه في النمسا ما راح يلعب. لكن مثل ما ذكر محمد، الهلال لا يريد ان يعكر مزاجه في الذهاب الى اسيا اي شيء. هذا وانطلاقه الدوري في 11 اغسطس كم جوله وخلاص هو دخل على صحيح مباراه دور الثمانيه، هذا بالنسبه له كافي في البرنامج. استاذ صالح، الكره الاردنيه تحضر